السلام عليكم ورحمة الله، ونقول لكم برضو صباح الخير علشان احنا لسه الصبح بدري دلوقتي. سامعين صوت العصافير؟ طبعا انتوا عرفتوا انا فين. انا في بيت امي، ربنا يرحمها ويرحم ابويا ويرحم جميع امواتنا ان شاء رب العالمين، وما تنسوش تدعوا لهم بالرحمة برضو. وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة وفلسطين ان ربنا ينصرهم ان شاء الله، وربنا يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم يا رب، اللهم امين يا رب. بصوا، انا بقالي يمكن 3 شهور او شهرين ونص كده، يعني قربت على 3 شهور ما رحتش البيت. فانا كل مره بروح لازم امسكه انضفه كده والم كل حاجه اغسلها. فطبعا لميت كل حاجه غسلتها، لميت الفرش كله والمفارش وكل حاجه هو السجاد كان نظيف اهي. لما انا لميت كل حاجه بقى علشان اغسلها، لازم، بصوا انا بحب اروح لو هقعد يوم واحد لازم انضفه وافرشه. مش عارفه يعني. سبحان الله، هو انا بحب بيت ابويا قوي قوي فوق فوق ما تتصوروا، مهما يكون بسيط ومهما يكون آه قديم. انا بحب بيت ابويا، والحمد لله بيت ابويا حلو جدا في عيني قصر. طبعا كنت بوريكم اوضه امي، الفرشه اللي فيها اللي على الارض دي انا غسلتها طبعا، وغسلت كل الفرش، وهنا الغساله كنت شغلتها وبدأت أغسل. يوم في اليوم ده على فكرة أنا اختصرت لكم الفيديو كتير جدا، شلت منه حاجات كتيرة جدا جدا. هنا بقى بعد ما نشرت وخلصت الغسيل الأول، خلصت الغسيل وقلت أبدأ إيه في تنظيف الشقة. بصراحة عملتها على مرتين. أنا حذفت أجزاء كتيرة جدا علشان الفيديو كان طويل قوي، فحذفت منه أجزاء كتيرة. غسلت الستاير والفرش وكل حاجة. الحمد لله يعني. وبدأت بقى ايه اعمل انضف في الشقة. هنا بوريكم الجزء يعني كنت ناشرة هنا وفي المكان التاني وفي البلكونة. كنت غاسلة كتير كتير جدا الستاير لان كنت اخر مرة سايبة الفرشة على السراير، يعني الملايات والحاجات دي كل ده كان مفروش على السراير، والستاير متعلقة وكل حاجة. هنا بدأت بقى جبت الانتريه كده في جنب علشان اغسل الشباك، لان الشبابيك كان عليها تراب كتير قوي. غسلت طبعا الشبابيك وخليتها زي الفل، ويا رب الاجزاء ما تكونش اتلخبطت معايا لان بصوا انا عدت تجميع الاجزاء دي كذا مره. انا عارفه ان الجزء ده جه الاول. انا يعني ايه، كان فيه اللي هو تنظيف الشبابيك الاول. فهنا بوريكم ان انا بعد ما نضفت وشلت المواسير كمان غسلتها. المواسير مسحتها بتاعت الستاير وكده. الجزء ده المفروض كان قبل، يعني بعد الجزء اللي هو اللي انا هوريه لكم دلوقتي. هنا لما انا غسلت بقى الشبابيك، غسلت كل الشبابيك والابواب وكله، خليت الشقه بصوا مشمعه منوره كده، مش بسم الله ما شاء الله. بس مهما اعمل فيها طالما الحبايب مش موجودين خلاص. انا هنا بقى بوريها لكم بعد ما نظفت الاوضه وخليتها زي الفل ونضفت اوضه امي واوضه ابويا، وعملت تحت السراير، كنست تحت السراير ومسحت تحتيهم. بصوا مخليتها يوميها والله العظيم فله كده فل. انا برتاح نفسيا لما بروح وانضف، بحس ان امي مبسوطه والله العظيم. انا هنا كنت جايبه كنبه، بصوا كنت مخليه الشقه ميه كلها بالخرطوم وايه وعايشه بقى. هنا دي اوضه امي، غسلت برضو الشباك و... وقلبت المراتب بالشكل ده كده، وطلعت كل الحاجات اللي كانت تحت السراير، وعلشان امسح تحت السرير وكده. طبعا التلفزيون الاثري ده كان تحت السرير، هو وحاجات تانية كتير جدا. هنا بقى الشقة بعد ما نضفتها وخليتها ايه، عروسة عروسة، الحمد لله. غسلت طبعا باب الشقة وخليتها فلة والله العظيم، وفرشتها بالشكل ده. انا برتاح زي ما بقول لكم كده، برتاح لما بعمل كده. دي الكنبة اللي كانت امي دايما بتقعد عليها. كل شيء باقي الا ابن ادم، الحمد لله. هنا بقى اوضه الانتريه فرشتها برضو، بالرغم ان انا يعني بعد ما فرشت قعدت 3 ايام بس برضو قلت لازم افرش، ما برتاحش غير كده. وقبل ما امشي كنت لميت بقى كل الحاجات دي تاني، والله لميتها، قلت لا مش هسيبها لان ما فرشتهمش الا 3 ايام. ما سبتش الا لما فرش الانتريه والسفره بس. كنت غاسله ده كله. شلت الستاير وشلت السجاد، وفرشة السراير شلتها برضو وغطيتها بحاجات تانية، حتت قماش تانية كده كبيرة، ملايات قديمة يعني.
هنا بوريكم بقى الشقه بعد ما انا نضفتها. انا كنت عايزه اوريكم كل حاجه. بصوا انا عملت حاجات كتير جدا، وطبعا الفرش اللي في الارض ده غسلته. بس الفيديو كان هيبقى طويل قوي. فحذفته والله. بعد ما كان في لها جزئين، حذفت الجزء الاولاني اللي هو بتاع التنظيفات الكتيره قوي، حذفتها وقلت ايه اجيب لكم المختصر كده عشان متزهقوش مني. هنا بوريكم بقى بعد ما رتبت الاوض وخليتها زي الفل. البتاعه دي المروحه مسحتها طبعا، وقلت ايه لها كيسه كده ببقى لبسها فيها، بس قلت اما اجي ماشيه بقى. اهي بوريكم الاوضه زي الفل ما شاء الله عليها. بس بصوا انا ببقى مبسوطه قوي وانا بنضف بيت ابويا وبخليه بالشكل ده، لان امي اصلا كانت الله يرحمها الف رحمه تنزل عليها، كانت بتحب ان انا بتحب نظامي في الحاجه، عارفه ان انا بعمل الحاجه بنظافه قوي قوي. فانا وانا بعمل الحاجه دي ببقى مبسوطه. لغايه الدولاب والله رتبته، بس رتبت الدولاب الصغير ده. المره الجايه باذن الله هرتب الدولاب التاني. شلت الحاجات اللي كانت، نزلت كل الحاجات دي ورتبتها وعملتها كده. ورجعت ايه فيه بتاع اسمها بطانية اللي هي بتاع الاطفال دي الصغيرة. امي الله يرحمها كانت دايما بتغطي الفرشة دي بالبتاع البطانية دي. انا عملت زي ما هي بتاع، غطيتها برضو، غطيت الفرشة. علشان ايه التراب، لان فين وفين اما انا بقعد بالثلاث شهور او الشهرين ونص عما بروح البيت ومحدش بيروح، انا اللي بفتحه وانا اللي انضفه واعمل كل حاجه فيه، وببقى مبسوطه وسعيده. وبصوا ربنا بيعطيني الصحه قوي قوي مهما يكون الشغل كتير. هنا بوريكم بقى لما انا غطيت الفرشه بالشكل ده. اها، الحمد لله. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.